وأفكار ومعتقدات يعني مبنية على طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية دي جت من القرب من الله وارتباط الروح بالإله، وبالتالي الإيمان بيعلى، بالتالي الطاقة بتعلى، وبالتالي أنا ببقى حكيم وبقدر إن أنا يكون عندي بصيرة ويكون عندي رؤية ويكون عندي. وكل ده جه منين؟ جه من الاطلاع، جه من العلم، جه من القراءة، جه من التدبر في القرآن. فما تقولوش ابدا ان الحكيم ده هو اللي ملامح وشه بتبقى فيها يعني عصبية او بيبقى مكشر او ما بيضحكش. لا بالعكس، الحكيم بيضحك وهادي جدا. وفي فرق كبير ما بين انك تكون هادي وما بين انك تكون بارد، فرق كبير جدا. الهدوء بيوصلك للحكمة، انما البرود ما بيوصلكش لأي حاجة، لا حكمة ولا انجاز ولا حاجة خالص في الحياة.